هذه القصة التي نقدمها لكم يجب أن تلفت انتباه كل الأهل لكي يكونوا أكثر رقابة وانتباها لأطفالهم. ديفيد طفل في الثانية من العمر، يمر بوضع صحي صعب، لا يمكنه أن يتحرك ولا أن يتكلم بسبب حادثة حصلت معه بعد أن أكل لوزة. يشارك خوسيه دومينغو كروز وأمبارو ألبا والدا الطفل تجربتهما مع العالم بأسره كي لا يحصل الأمر نفسه مع أي طفل آخر، ونشرت أقوالهما في صحيفة إل موندو كي يتمكنوا من مساعدة الناس وتحذيرهم. بدأ كل شيء منذ 5 أشهر. كانوا يحتفلون في منزل بمناسبة عائلية. في ذلك اليوم كانت اللحمة في الفرن والأطباق التي سيتلذذ بها أفراد الأسرة طوال اليوم. وفي تلك الأثناء أكل ديفيد الصغير لوزة كانت موجودة مع المأكولات الخفيفة. وضعها الصبي في فمه وكالعادة جلس على الأريكة ليشاهد الرسوم المتحركة بينما الكبار يعملون في المطبخ. سعل عدة مرات ولكن لم يعر أحد الأمر أهمية كبرى لأن الطفل لم يكن يبدو كأنه يختنق. وبدأ الكابوس بعد أسبوع عندما ارتفعت حرارة ديفيد لتصل إلى 40 درجة مئوية. اصطحبه والداه على الفور إلى طبيب الأطفال في مستشفى مدينة إلدا على بعد 182 كيلومتر، وقال لهم الطبيب إنه قد يكون ذلك بسبب نمو أسنانه. لم تخفض الأدوية التي وصفها الطبيب حرارة الطفل، وفي اليوم التالي اصطحب الوالدان صغيرهما إلى قسم الطوارئ لأنهما كانا يشكان ببداية التهاب رئوي. بعد يوم أرجع الطفل إلى منزله لأن الأطباء لم يجدوا أي شيء غير طبيعي، ولكن صحة الطفل استمرت بالتدهور، وباتت إجابات الأطباء على مخاوف الأهل تقل أكثر فأكثر. ذات يوم وبينما كان يسعيان جاهدين إلى إيجاد حل للمشكلة، تذكرا أمر اللوزة وبدأا بالتفكير بأن للأمر صلة بها. بعد أن علم الأطباء بهذا الحدث أرسلوا الطفل إلى مستشفى أليكاتي، حيث وضعوه تحت المراقبة لمدة 4 أيام قبل إخضاعه لتنظير للقصبات الهوائية. أدخل الأطباء أنبوبا مرنا في حنجرة الصبي من أجل تحديد قطعة اللوز التي تبدو موجودة هناك منذ 3 أشهر واستخراجها. وظهرت المشكلة عندما أخرجت القناة كل القيح الذي كان متراكما في الرئة، الأمر الذي سبب سكتة قلبية. استغرق الأطباء 28 دقيقة من أجل إنعاش الصبي، ووضعوه في حالة غيبوبة لكي يتمكنوا من تحقيق استقرار في وضعه. بعد 12 يوما من المضاعفات استيقظ ديفيد وقد شفيت رئته المصابة، ولكنه أصيب بأضرار عصبية خطيرة بسبب السكتة القلبية. يمكنه أن يفتح عينيه ولكنه لا يرى. جسمه جامد ولا يمكنه أن يأكل ولا أن يتكلم. بالنسبة إلى والدي الطفل، وضع طفلهما الصحي ناجم عن إهمال طبي، لأن الأطباء لم يجروا الفحوصات الضرورية في وقت أبكر. كان بإمكانهما معرفة أنه يجب انتزاع هذه اللوزة في أسرع وقت ممكن. وأكد خوسيه دومينغو غاضبا: كان ثمة شيئا فاسدا في جسمه، وكانت اللوزة تسد الطريق أمام الالتهاب. لو اكتشفوها منذ البداية لما حصل كل ذلك. يؤكد أطباء الأطفال أنه يجب عدم إعطاء الأطفال دون ال5 سنوات فاكهة مجففة أو مكسرات لأي سبب كان، لأن هناك خطرا كبيرا بالاختناق. ويقولون إن 80% من حالات اختناق الأطفال له علاقة بهذا النوع من المأكولات. لا يصدق أمبارو وخوسيه دومينغو أنه مجرد حادث، ويطالبانه بالعدالة. وفي الانتظار قرر الكثير من الناس أن يدعموهما، وفي خلال أسبوعين جمعا 100,000 يورو من أجل تكاليف العلاج. شاركوا هذه القصة التي قدمناها لكم مع كل الآباء والأمهات الذين تعرفونهم، لئلا تتكرر هذه المأساة مع أحد.